انا جاي اهو، انا جاي اهو، انت جاي لي؟ لا لا لا، اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك محمد رسول الله. خلاص، وطلع السر لله. رحمك الله شيخي، رحمك الله ابي. سألوا الإمام علي: هل رأيت ربك؟ فقال لهم: نعم، وكيف أعبد ما لا أرى؟ قالوا له: كيف؟ قال لهم: إن لم أكن أرى ربي بمشاهدة العيان فإني رأيت ربي بحقيقة الإيمان. رجال أحبوا الله فأخلصوا فأصبحوا من العارفين بالله. والإمام محمد متولي الشعراوي من هؤلاء الذين عرفوا الله حق معرفته، فكان دائما موصولا به. كان رجلا موصولا بالله عز وجل ليل نهار، وكان عبقريا رحمه الله، فكان يفهمه الجميع بسبب بساطة حديثه وذكائه. مصدر العبقرية التي رزقها رب العباد لشيخنا رحمه الله رحمة واسعة. مفيش إنسان يسمع الشيخ 5 دقائق إلا يعلم أن هذا مدد من الله سبحانه وتعالى. وذهب الإمام الشعراوي في يوم ليصلح بين رجل وزوجته، وأخذ معه الدكتور عمر عبد الكافي. وهم في الطريق قال الدكتور عمر عبد الكافي في نفسه: والله ما أتيت إلا لحق الشيخ. فقال له الإمام الشعراوي بصوت مرتفع: جدد النية يا عمر واترك حق الشيخ. جدد النية. أنا أقول في نفسي: يا رب يا رب، حسبة لك وإصلاح ذات البين، وعشان حقوق الراجل ده عليا، ده في نفسي، كان مالكش دعوة بحقوق الشيخ. لا اله الا الله. ومن أروع ما تميز به إمام الدعاء أنه لم يكن فظا غليظ القلب، فكان رحيما ودودا يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة. ولما ينقل الخير يبقى له ثواب عمولة. وعندما يتحدث عن الحزن يظهر فوائد الصبر وجمال الرضا بقضاء الله وقدره. اوعى تخلي باب الحزن موارب، سنكر باب الحزن بمسمار الرضا. وعندما جاءته سكرات الموت كان الأمر عجبا، فقد جاءه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فقال له الإمام الشعراوي: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك أنت محمد رسول الله. لا 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 لا، انا السهل ده كله ليه كده؟ ده انا جاي اهو، انا جاي اهو، انت جاي لي؟ لا لا لا، اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك محمد رسول الله. خلاص، وطلع السر لله. هذا يا سيدي الساعات الأخيرة في حياة الإمام، نسأل الله أن يلحقنا به على خير. بس من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. رحم الله الإمام، رحم الله جميع أموات المسلمين.